بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على الجيش ويرفع رصيده للنقطه 57. بنرجع بقى لماتشات الاهلي الاومليت، الماتشات اللي انت بتبقى بتتفرج عليها مش طايق نفسك بسبب مدرب فاشل، مدرب ما يرتقيش ان هو يمسك النادي الاهلي. دي وجهه نظر انا في المدرب ده، في كولر. مدرب عاكك. شوط اول انت بتتفرج على النادي الاهلي مفيش تمريره صح، مش عارف تطلع بالكوره، تعالي واستكبار على الكوره وتناكه على ايه مش عارف. ما انا قلتها في الفيديو اللي فات، قلت اتمنى ان ده يبقى مستوى الاهلي الحقيقي فعلا، مش مستوى الفرق اللي قدام النادي الاهلي. انما انت بتيجي في شوط اول، ايه العك وايه القرف ده؟ ايه العشوائيه اللي في الاداء ده؟ فين نص الملعب؟ فين مروان عطيه؟ فين محمد هاني يا جماعه؟ فين كريم فؤاد؟ فين الناس دي؟ فين عبد القادر؟ طاهر ده حبيبي، ده اعظم لاعب في تاريخ النادي الاهلي. ده كده من العظماء اللي مروا على النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر. لما انت يا عم كولر مش مقتنع لا بمحمد هاني ولا مقتنع بعبد القادر، بتبدا بيهم ليه؟ طب انت عندك عمر كمال على الدكه، ليه ما بداش بعمر كمال على الدكه من اول المباراه؟ اللي نزل شوط تاني قلب لك شكل المباراه. التبديله الوحيده اللي من وجهه نظري هي اللي قلبت لك شكل المباراه. لاعب عنده ثقه، لاعب عنده كوره، لاعب عنده اختراقات وعنده زيادات بيقدر يعملها. هدف تاني لوسام ابو علي بعد انطلاقه عنتريه من عمر كمال، مش جمله معموله. جو ان التبديلات اثرت والتبديلات حولت في شكل المباراه والكلام الفاضي ده، انسى الكلام ده. هات لي كده جمله اتعملت في الهدفين. كرة اتلعبت ركنيه بترتد من امام بيشوطها، بتخبط في الدفاع، بتنزل للسوليه هو والمرمى. كان ناقص يضيعها وينقطنا كمان عمرو السوليه. فهدف مش من جمله معموله اطلاقا. نيجي للهدف الثاني للنادي الاهلي، انطلاقه ولا اروع من عمر كمال. هو نجم المباراه من وجهه نظر، رغم انه نزل 45 دقيقه بس، انما كان هو افضل لاعب في الفتره اللي نزل فيها عمر كمال. بانطلاقه بثرو باص لوسام ابو علي اللي ما كنتش مقتنع بيها كولر. يعني وسام ابو علي في يوم من الايام كان بيقعد دكه المودست، اللي جدي مودست اللي خلع. انت متخيل؟ فمدرب عكاك ومدرب بيحب ومدرب بيكره ومدرب شويه تلاقي ده قاعد دكه. طب طاهر في الملعب ليه يا جماعه؟ انا مش قادر افهم. هو وسام ابو علي حرام ياخد ال 90 دقيقه؟ انت هتنزل رضا؟ اسحب طاهر اعظم لاعب في تاريخ النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر. انت دلوقتي شايف النادي الاهلي خلاص الجبهه اليمين دي كانت ميته فيها طاهر وهاني، انت متخيل؟ فخلاص انت نزلت واحد زي عمر كمال بدا ينشط لك الجبهه دي شويه. هنزل معاه واحد شغال، هنزل معاه واحد بيتحرك، واحد مهاري، واحد سريع، واحد عنده حلول. انما ده لا يفقه شيء عن كره القدم. ده خير مثال وخير دليل الواسطه طاجن محمد طاجن ده. عشان شوط اول للنادي الاهلي يكون مجمله كورتين بس، فرصتين لو هنحسبهم فرصتين. عرضيه من محمد هاني بتخبط في الدفاع وكانت هتغلط حارس طلائع الجيش، والكره الثانيه بقى من النجم العالمي امام عاشور. انت عديت حلو ورقصت، نلعب لتحت نشوف الناس اللي جايه من تحت، لا نشوط ونبقى انانيين اكتر. ومش مهم مصلحه الفريق دي. ايه 3 بونت في ماتش انا بنافس بيه على الدوري؟ مش فارقه مع امام، المهم هو اللي يجيب الجول ويروح يعمل الحركتين والحبتين بتوعه، مش فارقه معاه الدنيا. عشان يجي طلائع الجيش كورتين، كره في الدقيقه 12 وكره في الدقيقه 25 كانت كفيله تخسرك المباراه لولا تالق مصطفى شوبير. في الدقيقه 12 بيتالق مصطفى شوبير، فزلكه من زايده من محمد عبد المنعم. خلص كورتك عبد المنعم، مش لازم تستلم وتاخد وتموه بجسمك، انت وشك لشوبير، قد للشوبير وهو يقدر يطفش. عارفين ان انت مدافع كبير وعارفين ان انت واثق في نفسك والكلام ده كله، بس اخلص كورتي، اخلص من الكوره في مكان زي ده. اتخطفت منك من اللاعب محمد هاني، كان سهل جدا يسجلها هدف. كنت هتعمل ايه ساعتها؟ ما كنتش هتعمل حاجه، هنسقف لك وكمل، اغلط تاني وهات جول تاني عادي، مش مشكله. ايه يعني 3 بونت فداك يا راجل؟ عشان يجي تاني الكوره في الدقيقه 25 تصدي عالمي من شوبير على مرتين، ودفعنا سرحان ودفعك تايه. ما تلومش ياسر ابراهيم، ما تلومش ياسر ابراهيم. في فتره من الفترات كان افضل لاعب، اتصاب، المفروض الطبيعي انه يرجع يلعب فرجع يتجمد على الدكه. ما تسالش ليه، عشان انت مع كولر. طول ما انت مع كولر هتشوف حب، هتشوف كره، هتشوف لعيبه لا منطقيه وجودها في الملعب. يعني مش منطقي طاهر ده في الملعب، مش منطقي محمد هاني في الملعب وعمر كمال بره، مش منطقي احمد عبد القادر في الملعب والشحات قاعد بره. مش قادر افهم. يا عم انزل دول، استغل كل كره بتجيلي واستغل كل فرصه بتجيلي، وبعد كده افكر بقى اعمل الروتيشن بتاعي في الملعب. انما ما بشوفش انا 45 دقيقه بلا فايده. انت ما بتلعبش فريق قوي. اخر نقطه عايز اتكلم عليها هي تبديله قفشه. انا عايز اسال سؤال، هي ليه قفشه في الدقيقه 88؟ انت بتكسر نفس اللاعب ليه؟
يعني انت بتخلي اللاعب يحبط اكتر ما هو يعني خلاص هو قفشه باين على وشه كده ان هو مش طايقك ومش طايق الدنيا ومش طايق نفسه ومش طايق الحياه. ليه قفشه في الدقيقه 88؟ يعني انا مش قادر افهم ليه. خلاص يعني انت مقعده دكه تمام، مقعد ديانج دكه تمام ماشي كل ده جميل، ليه في الدقيقه 88 بتضيع بيه وقت يعني؟ شايفه عيل صغير مثلا؟ ليه الاحباط وليه التبديل في الوقت ده من مدرب فاشل، مدرب عشوائي؟ يوم الجمعه عندك ماتش صعب، يوم الجمعه عندك ماتش حسم الدوري، لو هتلعب بالاداء ده، لو هتلعب بالمستوى ده، لو هتعك في التشكيله من اول المباراه يبقى ما نلعبش احسن. يبقى ارفع ايدك كده وقول يا جماعه انا مش هلعب. انما ما تجلطناش في مباراه المفروض ان انت هتحسم فيها الدوري. ماتش زي ده مش هقول لك بقى يعني المباراه دي لوحدها فوزها مهم، لا ده ماتش فوزه مهم، وثانيا ده ماتش الدوري. بيراميدز ده قصه تانيه لوحديه، كفريق المفروض ان انت تكسبه، وكمنافس دلوقتي في الوقت الحالي ان هو بينافسك على بطوله الدوري. في النهايه مبروك للنادي الاهلي، هنفضل طول ما انت بتكسب هنقول اهم حاجه الثلاثه بونت، اهم حاجه الثلاثه بونت في الفتره دي، ومش مهم شكل الفرقه، بس مع اي تعادل او مع اي لا قدر الله هزيمه صدقني مش هنسكت. وبالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.